السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا متتبعينا الكرام في قناتكم ألي سامبل كندا. جيت غير نتشارك معكم شي مناظر وشي معلومات على هذه الموجة ديال الصقيع اللي ضربات المنطقة ديال الكيبيك، اللي لهاد دابا النهار الثاني هذا اللي متوقفين عندنا حنايا المدارس بحكم اننا كنتواجدوا في الشمال، بحكم ان تقطع عندنا الضوء في عده مناطق، حتى مونريال والناس اللي كاينين في الجنوب حتى هما عندهم مقطوع عندهم الضوء، ولكن حنا دائما مولفين كنعانيو من هاد الموجات ديال الصقيع. نتوما كتشوفوا الشجره كلها تغلفات بالجليد. فهاد الموجه هاد الخطره جات مجهده بزاف لدرجه ان المدينه ديالنا فهي علنت حاله الطوارئ هاد الصباح هذا. دابا اليوم الثاني هذا اللي ما كايناش المدرسه، طلبوا منا اننا نبقاو في المنازل ديالنا كيف ما كتشوفوا، لان التنقل صعيب والضو مقطوع في المدن كثيره، راه كثر تقريبا راه مليون منزل اللي مقطوع عليه الضوء. كما كتشوفوا كلشي من هذا. انا هنايا درت رميت هذا الكرافي هذا باش ما يزلقوش الناس، ما نزلقوش حتى حنايا، والجهه الاخرى درت فيها الملحه كتشوفوا، حيت هذا الشيء راه كيزلق، واخا تيبان لكم هكا راه كيزلق، راه داير بحال المرايه. كيف ما انني دايره داك الصباط اللي فيه دوك الحديدات، دايره دوك الحديدات يعني ما غنزلقش بيه. ما كتشوفوا ها نتوما كلشي جامد. الحيوطه جمدوا، الحيوطه راه فيهم هذاك سميتو الجليد، الشتا طاحت وجمدات كيف ما كتشوفوا. صراحه حنا مولفين في المنطقه فين انا ساكنه، مولفين انه تيكون بحال هكا تقطع عندنا الضوء، كيطيح الثلج. ولكن هاد الخطره هذه فجات صعيبه بزاف، لان مونريال ما مولفش تقطع عندهم الضوء بهذه الطريقه هذه، فهما اكثر منا يعني كيعانيو، حيت حنا مستعدين. وكثرت ما كيكون دائما عندنا هاد الانقطاعات ديال الضوء المتكرره. فاحنا مثلا غنهضر على راسي، عندي جينيراتريس الموتور ديال الضوء، عندي كذلك دوك فاش كنطيبوا ديال الغاز حتى هما باش الا جاب الله تقاضى ليا ليسونس، حيت الجينيراتريس عندي كتخدم بليسونس. واش دايره الشمع، دايره الاحتياطات ديالي كلها. ولكن بالنسبه للناس الاخرين اللي ما مولفينش فهما عاناو مع رمضان، ما لقاوش مساكن كيفاش يفرقوا الصيام، وبحكم اننا بعاد عليهم ما قدرناش حتى كيفاش نتعاونوا معهم. هانتوما كتشوفوا الحيط ها هو مغلف كيف ما كتشوفوا، ها هو الماء كيبان دايز هنايا. والخطر في هذا الشيء هو راه هو كيتهرس وكيطيح عليك، كيطيح من الفوق. ثم نوريكم في السقف الا كيبان، ها هو كيطيح عليك من السقف، دوز تحت منه يبدا يطيح عليك. شو الحيط ها هو مغلف كله، بلا ما نتحدثوا على الاشجار غيبانوا لكم من البعيد. ها هو هذا ديال كتشوفوا هنايا، هذا كله راه في الحيط وطاح. وانتم شفتوا الحيط ها هو مجمد كيف كتشوفوا. فهاد الاشياء هذه كتمشي مع هذا الجو هذا اللي هو شويه قاصح، ولكن هاد الخطره انا كنتمشى غير بشويه باش ما نزلقش، واخا كيف ما قلت لكم راني امنت راسي، ولكن لا طيح عليا شي، حيت هادوك غيجرحوني الا طاحوا عليا. كما كتشوفوا دابا راه ما كاينش البرد بزاف. شو هذا سميتو خدا الفورمه ديال هذا اش كيتسمى كاع ديال هذا الشبيك. شتي
ها سميتو هذا كامل مسكين كله عواج. هانتوما السيدر اللي هو مولف تيكون واقف الفوق ها هو كله عواج بهذا الصقيع هذا. هذا ديال السور وها هو كما كتشوفوا راه هو مجمد بلا ما نتحدثوا على كيطيح ورايا كيجيب لي الله بان شي حد كيتمشى وراه غير داك سميتو كيطيح. كما كتشوفوا هاد الشجره راها جمدات حتى هي. كاين اللي بقى فيا هو السيدر ديالي مسكين شحال وانا مضاربه معاه وهذا ها هو كيطيح. اي كيطيح من هنايا خص غير يطيح عليا السيدر مسكين شحال وانا مضاربه معاه شحال وانا كنصاوب فيها. هو كله لوا كله عواج. جيب حتى باش ندخل نصور الجهه الاخرى ونصور نشوف داك السيدر اللي ليه شنو ونصور هاد الشجره هادي. ما نقدرش لان قلت زعما ما كاينش الثلج سديت الباب ديال الجرده، ولكن دابا هو كيف ما كتشوفوا فها هو مكوانسي يعني ما نقدرش نحلو حتى يذوب هاد الجليد هذا حيت كله مغلف كما كتشوفوا. الحمد لله على كل حال. كنتمنى ان الناس اللي مضطرين يرجع لهم الضو دغيا. حنا الحمد لله يعني هاد الخطره ما مشاش الضو، ولكن واخا هكذاك واخده الاحتياطات ديالي. كيف ما قلت لكم المدينه ديالنا هي الوحيده اللي عندنا حاله الطوارئ، يعني صيفطوا لنا ميساجات علمونا انهم داروا حاله الطوارئ وقالوا لنا زعما شنو نديروا. صيفطوا لنا دي ميساج كيفاش نتصرفوا وكيفاش فين نمشيو، يعني نطلبوا المساعده الا خصاتنا باش الناس اللي باغيين يسخنوا الماكله ولا اللي باغيين يسخنوا وداروا ليهم البلايص ديالهم. الناس اللي محتاجين مثلا شي معاونه فبطبيعه الحال غادي يقدموها لهم. نتوما كتشوفوا واحد الفريخ راه ليها فوق الشجره واقف. هادو الفريخات دياولي ديما عندي فما تاثرش بقى، لان الحراره دابا بدات كتسخن الحمد لله باش يذوب هاد الجليد هذا، باش هاد الشجر هذا ما يتخسرش ليا لانه تقام عليا غالي. كما كتشوفوا ها هو كله عواج. كنشكركم على المتابعه وتنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم على قناتكم الي سامبل كندا.